عمرك تسألت علاش فما ناس عمرهم توصل لل100 110 و120 وما يموتوش، وقت اللي الافريج متاع عمر الانسان هو 70 75 80 عام ماكسيموم؟ وعلاش الناس هذوما اللي ما يموتوش فيسا موجودين اكثرهم في اليابان في بلاصة اسمها اوكيناوا؟ هل السر متاعهم في انهم ما يموتوش فيسا موجود في الجينيتكس، والا هما ناس محظوظه برشا هذاك علاش حياتهم طويله؟ اليوم باش نكتشفوا الموضوع مع بعضنا، واللي لقاو لنا جواب هما two authors هيكتور غارثيا and فرانسيسك ميرايس. two authors من سبين I think. زوز كتاب هذوما سافروا لليابان الأوكيناوا وعملوا أبحاث وديزانترفيو، ولقاو اللي السر متاع اليابانيين هو أكبر من انه يكون مجرد حظ. اي انسان على الرقعة الارضية ينجم يكون كيفهم، ينجم يعيش قدهم اذا كان يطبق الكونسبت اللي طبقوا فيه اليابانيين. الكونسبت هذا هو اللي خلى two authors يكتبوا one of the best sellers book in the world اللي هو Ikigai, the Japanese secret to a long and happy life. فهي خلينا ندخل في صلب الموضوع. شنو معناتها Ikigai؟ كلمة جديدة علينا الناس الكل، وهي الكلمة اللي خلتني نقرأ الكتاب باي ذا واي، على خاطر كي نشوفها ما نفهمش شنو معناتها، دونك قريت الكتاب باش نفهم مش معناتها. وعلاش هي the Japanese secret to a long and happy life. إيكي جاي مقسمة لكلمتين أو تتكون من كلمتين، إيكي اللي معناتها life، وجاي اللي معناتها to be worthwhile. جاي مش جاي، جاي هذه الترجمة الحرفية متاع الكلمة، أما كي تغزر لها الكل ليكا عن بعد، إيكيغاي معناتها your reason for being، بالفلاقي السبب اللي يخليك تقوم الصباح أو السبب الوجود متاعك، علاش أنت موجود في الحياة. وإلا كما سموه الأوثرز في الكتاب متاعهم the happiness of being always busy. كل إنسان عنده الإيكيغاي الخاص به، ما فما ناس لقات الإيكيغاي متاعهم وفما ناس مازالت تلوج. بالنسبة للناس اللي مازالت تلوج، بتات الفيديو هذا يعاونكم انه تلقاوه، وباش نعاونكم انه تلقاوه لازم نفسره لكم اكثر او نفسر لكم الفريم ورك نتاعو كيفاش. الايكيغاي متكون من 4 سيركلز، 4 دور. التقاطع متاع الاربع دور هو الايكيغاي. مش هما الاربع دور هذوما؟ الدورة الاولى تمثل what you love، شنو هي الحاجة اللي تحب تعملها. الدورة الثانية تمثل what you are good at، شنو تتقن، شنو تنجم تعمل. الدورة الثالثة تمثل what the world needs. الدورة الرابعة تمثل what you get paid for. أربع دور هذوما أو الأربع حاجات هذوما كي يتلاقوا مع بعضهم يمثلوا الإيكيغاي. المشكلة وين؟ اللي فما برشا عباد يعملوا الإكيليبر بالغلط ويتخلاو على سيركل من غير ما يفيقوا. كيفاش؟ تنجم تلقاك تخدم في حاجة تحبها you are good at، تتقنها وتدخل منها في الفلوس، مي العالم ما يحتاجهاش، تتلفصون باش تولي انتي useless. وتنجم تخدم حاجة تحبها وتتقنها والناس تحتاجها، مي ما تدخلش منها فلوس، تتلفصون باش تعيش حياتك كل في ستريس، كيفاش باش تخلص الفاتورات وكيفاش اصلا باش تعيش بلاش فلوس. وتنجم تخدم حاجة العباد يحتاجوها وتدخلك فلوس وتتقنها، اما ما تحبهاش راك باش تعيش تعيس. هذاك علاش الفور سيركلز مهمين الأربعة مع بعضهم باش تنجم تطلع الإيكيغاي متاعك. أما مش كهو. تو authors كي مشاو لأوكيناوا لقاو اللي اللايف ستايل متاعهم ديفيرون على بقية العالم. مثلا لقاو اللي غادي ما عندهمش حاجة اسمها ريتريت، ما عندهمش حاجة اسمها تقاعد. غادي بالنسبة لهم اللي عمره 80 عام مازال في عنف وين شبابه، مازال يتحرك، اللي يعمل في الجردة، اللي يعمل في الكرافت، اللي يعمل DIY، المهم يلقى يلقى طريقة باش انه يبقى ديما يتحرك. احنا عندنا اللي يوصل عمره 50-60 عام زي ما نقولك ما عادش نجم نمشي نترينا، ما عادش نجم ندخل للسال سبور خاطرني كبرت. وغادي عمره 80 عام مازال السيد يعمل في الجردة، مازال اللي يعمل في صنعة بيديه، والمهم يلقاو طريقة انهم يتحركوا. هذاك علاش مانيش فرد مونتاليتي، وهما بيان سور باش يعيشوا اكثر، على خاطر في النورو ساينس والسايكولوجي يقولك كي تقص الحركة وتبدا تخمم بفاسون نيجاتيف اللي انت كبرت، ما عادش نجم تعمل كل حاجة، ما عادش نجم تمشي لكل بلاصة، ما عادش نجم تتحرك، الخلايا نتاع مخك باش تبدا تاكل بعضها وتموت. دو تيل فاسون البدن باش يكبر، البدن باش يطيح، باش يضعف.
الحكاية الكل تبدأ من المخ، تبدأ من التفكير. إذا كان ما تبدلش في تفكيرك مستحيل يتبدل اللايف ستايل متاعك. عليت شوية بارونتيز سونتيمونتال خاطر حالتنا تأسف مالوغوزمون. وصلت نحكي لكم اللي هما يتحركوا برشا. وشنو اللي يخليهم يتحركوا برشا وما يفدوش مثلا من الحركة ويحبوا ديما يتحركوا؟ حاجة أو كونسبت اسمه flow state. إيش معناتها؟ الفلو ستيت معناتها إنك تدخل في immersion توتال جسدية ونفسانية وعقلية في أي حاجة تعملها. وهما يستعملوا الفلو ستيت في أبسط حاجات، في طويين الحوايج، في عملان الجردة، في أي حاجة يعملوها يدخلوا في immersion للأكتيفيتي اللي يعملوا فيها باش ما يحسوش بالوقت وأو ميمتون يستمتعوا وهما يعملوا في الحاجة هذيك وقاعدين يتحركوا. بيان سور في آخر الكتاب عملوا انترفيو مع العباد اللي عاشت برشا، سألوهم على حسب رايهم علاش قاعدوا عايشين برشا. وبيان سور كل واحد جاوب على حسب الاكسبيرينس متاعو، اللي خلى الاوثرز يجمعوهم في 10 rules اللي سموهم the 10 rules of Ikigai. rule number 1 stay active اللي كنا نحكيو عليه. rule number 2 take it slowly عيش حياتك ببطء، ما تتسرعش في اي اكتيفيتي تعملها في حياتك، حتى في الديلي اكتيفيتي. باش تغسل سنيك، باش تغسل وجهك، باش تاكل، هي سورتو باش تاكل slow down. rule number 3 hara hashibu واللي معناتها eat until you are 8 parts full. كول حتى لين معدتك تتعبى 80% أكهو. في البيولوجي يقولك اللي المخ يقرأ سينيال من المعدة اللي هي شبعت بعد 20 دقيقة من اللي توقف الماكلة. هذاك علاش لازمك تاكل تعبي كرشك 80% أكهو. واللي باش يخليك تعبي كرشك 80% أكهو ما تاكلش أكثر من اللازم هو إنك تاكل slowly. والأهم كيفاش تعرف اللي معدتك وصلت 80%؟ كي تبدأ تحس إن الماكلة ولات بنينة أكثر هكا وليت تحب تاكل أكثر، ستوب، وقف. تو بعد فترة صغيرة تحس روحك سوا، يعني شبعان أما مش واصلة لهنا، شبعان أما سوا جهازك الهضمي ينجم يهضم الماكلة بلاش تعب، وانتي ماكش قاعد تحس في روحك مخنوق بالماكلة. rule number 4 surround yourself with good people اللي في اليابان يسميوها مواي. ما نعرفش كان تختار صحيح، اما المواي في اليابان هي عبارة على كوميونيتي والا جروب متاع اصحاب موجودين مع بعضهم اللي هما صغار، يضيعوا في الوقت مع بعضهم ويخرجوا يضحكوا يلعبوا، ما مش كهو يقفوا مع بعضهم financially و emotionally. وكان واحد فيهم يتعرض بأزمة يلقى الاخرين معاه. هذاك علاش في اليابان ما فماش الكونسيبت متاع انك تحس روحك وحدك. rule number 5 get in shape for your next birthday واللي تعني بكل بساطة لازمك تتمرن كل يوم أو you do a daily activity yoga meditation وإلا أي حاجة تعملها باش تخلي بدنك في حالة جيدة. rule number 6 smile. nice. rule number 7 reconnect with nature. rule number 8 be grateful and give thanks. أشكر اللي عطاك النعم وأشكر والديك وأشكر الناس اللي عاونتك. It's good. rule number 8 live in the moment. Stop regretting the past و stop thinking about the future. عيش في اللحظة اللي انت عايش فيها. وآخر رول اللي هي follow your ikigai. ملخص الحكاية، الكونسيبت هذا مش باش يبدلك حياتك في ليلة ونهار، ما it's a concept وإلا guideline نجم تقول يخليك تفهم اللي السعادة في الحياة تجي من البساطة ومن البالانس، من الإكيليبر. والملخص هذا راه ما يغنيكمش من انه تقراو الكتاب خاطر فما حاجات ما هايلايتيتهاش وما حكيتش عليها and I recommend باش تقراوه. it's really important باش تقراوه. ما تنسوش باش تعملوا like, subscribe and you share the video and see you in the next video.